دندون دندون، شنو هذا؟ شنو هالجمال؟ شنو هالجمال؟ بس قوليلي. شو الجمال؟ شو الجمال؟ حياتي. هلا بدنا ننزل، بدها تعمل ديانا الانترفيو مع الصحفيين اللي موجودين اليوم. صحافي بلشت تاخذ انترفيوز ديانا، نحكي عن الجمال اليوم لأنه مسموح بالجمال اليوم، مش عادي. هاي ماما ميدا، ميدا حضرتك رح تعمل لقاء صحفي اليوم معنا؟ بليز ضحكي انت مع المرضى، ضحكت الدايرة. شوف الجمال، شنو هاي؟ شنو درني الجمال؟ انا بس أناقة اليوم، مش مسموح. أنا حبيت تيم الطاولات اليوم، كله كتير حلو بصراحة. الورد، الألوان هيك بينكيات، الألوان بتحبها. عصفور ضعيف الجناح والدنيا غدرت بي، يا علي عليك، والله يعطيك ألف عافية يا رب. يلا بنستنى اليوم تفلعوها بالكسليك يا رب نطلع شيء واو يا عيني على الليدرز باند، أحلى ليدرز باند عجقة صحافة. لقاءات لدندون، عجقة صحافة. لقاءات لدندون. أحلى سحس، أحلى سحس، ما عرفتك. سحسوح. مساء الخير، أنا اليوم مع شباب الغد، كيف حالكم؟ يعني عملنا انترفيو هيك سريع بسيط، احكوا لي انتم شو رأيكم فيني شخصيا؟ أحلام السناب. فرصة سعيدة، مش مسموح أبدا. الله يسعدك يا رب وموفق. بدي هيك غني مقطع بسرعة. يلا 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 يلا، تعال تعال. لا ما تستحي، يلا مقطع صغير بسرعة بسرعة. ايش؟ يلا السناب اللي بعدها. انساني ما بنساك، انساني ما بنساك، ما بزعل منك يا حبيبي القلبي، حبيتك بجنون لأنك حنون، فيكني بعيونك يا حبيبي. الله عليك، الله الله الله.
متعب السجار نورتنا يعني. السجار نورتنا اليوم. حبيب القلب. عم تغني. الله. يا حياتي. بدي احكي لغيث نورتنا اليوم. غيث من احد الصحفيين اللي انا شخصيا كثير بحبهم وبحترمهم. الله يسعدك، لانه صراحه انت من الاشخاص اللي بيكتبوا بضمير فعلا، والصحفي لازم دائما كتابته لازم تكون صحيحه والاخبار لازم تكون صحيحه. فانا بحترمك كثير غيث ونورتنا اليوم، تسلم، شكرا. يا مين عنا؟ شرخان. شرخان كيف حالك؟ شر اخبارك؟ تمام، نورتنا اليوم. الله يسعدك، تسلم يا رب، شكرا، كلك ذوق. يا مين عنا؟ شرخان. احلى اعلاميه في الاردن لا نقصوص، بدي جمالها اليوم احلاها انا. الست علا مليشة وعم بيساووا معاها المصممة العالمية. يلا تفضلي على البوفيه ورجينا لشوف. يا عيني. لسه العالم فيه ما صار قرية صغيرة. بتذكر هذا اليوم كتير منيح. صبية بسيطة مليانة براءة وجمال، عينين بالشجع والشغف وطموح. غنت قدام لجنة الحكم وأسرت قلوبهم وقلوبنا احنا كمان. كانت لحظة فخر وأمل إنه نسمع صوت أردني مطرب على واحدة من أهم الفضائيات بعد غياب طويل للفن الأردني عن الفضائيات العربية. يوم إعلان النتائج وتصدرها المركز الأول ذكر الكل نط من الفرحة وكأنها بنت كل عائلة أردنية، فهي فعلا. اسمحوا لي بالبداية نوقف دقيقة حداد على شهداء الوطن يلي ضحوا بأرواحهم لحمايتنا. هذا الورث اللي ورثته يلي قدمته للناس خلال هال 15 سنة. مش عارفة كيف بدي أشكركم أو بدي أشكر كل الناس اللي وقفت جنب ديانا كرزون حتى اليوم تكون ديانا كرزون بعد 15 سنة. بدي أشكر كل الإعلام، كل الصحفيين، كل الميديا يلي واكبتني خلال هال 15 سنة بالسيء وبالحلو، يلي كنتوا تكتبوا عليه بالإشاعات بالكويس والحلو. أنا ما بشيل من جوا، يعني مش من الشخصيات اللي بتشيل من جوا، لأني بسامح وبفرجيك مين أنا، بفرجيك إنه أنا ديانا كرزون يلي بعمري ما تعديت على أي حد أبدا. الحمد لله محبة لكل الناس وكل الناس بتعرفني الحمد لله. بدي أشكر كل الناس اللي اشتغلوا لو شو ما كان بكل المجالات، بدي أشكرهم كثير لأنهم وقفوا معي بهاي المسيرة كاملة. بدي أشكر بلدي الأردن اللي احتضنني 15 سنة حتى لو كنت مغتربة عنه، مغتربة بأسباب فنية، مش مغتربة عنه بالحس ولا بالروح، مغتربة عنه عشان أنا مضطرة أغترب عنه، لأنه حملت اسمي وحملت اسم بلدي وطلعت برا وتحاربت كتير
لوكال وبرا، ولكن ما قدرت افرجيهم الا القوة اللي انتوا اعطيتوني اياها، المحبة اللي انتوا اعطيتوني اياها بكل المساوئ والشغلات السيئة اللي صارت بحياتي، وقعت فيها ورجعت وقفت على رجلي، والحمد لله رب العالمين. بتوفيق من رب العالمين أنا اليوم موجودة معاكم. أنا عزمتكم اليوم يكون هذا المكان ململم وصغير هيك وحلو زيكم حتى تشاركوني بهاي الفرحة. أنا مش جاي اليوم أعمل شو استعراض سوشيال ميديا أبدا، صدقوني أنا جاي بس أقول لكم هاي الكلمتين إنه أنا فيكم كبرت وبمحبتكم كبرت. عمري أنا أكل حمى جود ديانا حبيبي. بدي أرجع أقول لكم إنه أنا كتير بحبكم وبشكركم لحضوركم، وبدي أشكر الإنسان اللي كانت عمودي الفقري لحياتي، أمي ماما ميدو. أظن ما بدنا نبكي، بحبكم كتير أصحابي يا عمري. معك غاليين يا تقبريني. وشكر خاص كمان لكل الموسيقيين اللي كانوا معي خلال هاي 15 سنة، وبالأخص ليدرز باند اللي قدموا أحلى فن. شكرا محمد عصفور، شكرا مايسترو بهاء داوود، شكرا لكل الشباب. وبدي أشكر كل الناس اليوم عملت الحفلة، هوم برودكشن، ثانك يو، أوتيل ألف ليلة وليلة. كثير بدي أشكر ناس مش عارفة، بس الشكر الأول والأخير لبلدي الحبيب الأردن بقيادتنا الهاشمية، يلي أول تهنئة كانت من سيدنا ديانا. أنت رفعتي راسنا، وإن شاء الله يا رب راس كل الفنانين الأردنيين بيبقى عالي، وإحنا قادرين الفنانين إنه الأردن ما عندها فنانين، لا عندها فنانين. أنا بدي أشكر كل الفنانين اليوم اللي لبوا دعوتي، الفنانين الأردنيين بدي أشكرهم. أستاذنا وتاج راسنا فنان كبير متعب السقاف، شكرا شكرا لحضورك، شكرا. أنت الرمز الأول والأخير في الأغنية الأردنية، وإحنا بنتعلم منك كتير. شكرا أستاذ متعب لوجودك، مع احترامي طبعا لكل فنانيننا وإعلاميينا، بس أستاذ متعب السقاف له معزة خاصة على قلبي، وهو رمز للأغنية الأردنية الصادقة. إحنا بنتعلم منك أستاذ، شكرا كتير. وبس ما بدي أحكي أكثر من هيك، بحبكم كتير، وإن شاء الله تبقى ليلة لطيفة عليكم. شكرا. ومن هون كترت المسؤوليات شباب ومن هون كنت أنا، ومن هون بلشت أنا. شو مخبى ما كنت بعرف،
وتركت كل هاي الأمور وتوكلت على الله ومشيت وقعدت كتير ورجعت وقفت، وبكل مرة كنت وجهك، وبكل مرة صوتكم وفرحكم ما كان يفارقني. نعم حملت هويتي وعلمي والأردن على ظهري، في كل مرة كنت أتكرر فيها، كل حرف كنت أغني فيه لبلدي، كنت أكبر أكتر وأكتر.
جماله، يقبرني طولك جمالك وشكلك وشعراتك وكل شيء فيكي. كل شيء الا طولك. يا عمري يا حبيبتي نورتينا اليوم حياتي، ما شاء الله عليكي متألقة دائما حبيبة قلبي دودو. ان شاء الله دائما من نجاح لنجاح يا عمري. انت ثانك يو حبيبتي. بالعكس انا من كتر سعادتك حاضر وحامل فرح قلبي فاضك ما تعشقني بجد ولا انجرح ولا بالي شغلته بك يوم ولا يوم سنة بك سنة فكري اني فاضك عنك قلبي بضغطي وموت بالعكس انا من كتر حامل فرح. ايوه ونسلك في يوم حبيتك ويا ريتك برضه يا ريتك تنساني بعد خبيتك واني في حاجة نفسي كلمتك فاكرها افتكر اني نسيتك وانت الجمال انا جمال كله هون ويا ريتك برضه الشباب ما حبوها بعرف حبوها انا. يلا ايوه يعني بدي اختصر كلمة احكيها لديانا. ديانا فن وجمال اخت رجال، كان عندها موقف
المشرف في أوبرة القدس اللي قدمناه قبل أسبوعين في الرئيس، بشكرك على وقتك. هذا الدرع هو من شباب فلسطين قناة المخيم، أهل ما زالوا في المخيم اللي في الخليل. كانت الشباب تحت الاحتلال يصروا على انهم يسمعوا فن، فخرج هذا المخيم شعراء موسيقيين رسامين صاروا في فرنسا واوروبا. اسم هذا الشباب المبدع انا بقدم لك هذا التذكار. شكرا الشاعر الفرنسي رامي يوسف. كبر ضيفتي بالشكر. والله طبعا رامي اشطر مني بكثير. اختنا وحبيبتنا الكبيرة، هي صغيرة بس كبيرة بفنها، وأنا دائما بتابعها آخر أعمالها. كثير انبسطت على أعمالها لأن أعمالها جميلة. وبعدين وصلت إلى العراق. العراق كان الحفلة آخر حفلة رافعين ليكم، فهي تبقى عزيزة وغالية وفنانة كبيرة، وأنا أشكرها على الدعوة. كان شرف كبير لي لأن الأردن حبايبنا وإخواننا، وهي تحية كبيرة إلى سيدنا جلالة الملك عبد الله بن حسين. مرة نشكر متعب دائما عملنا ديو اللي هو على قلبي وشعبك واحد، وأنا أيضا يشرفني أغني للأردن وإلى سيدنا. شكرا لكم. منها وكثير تعلمت منها. الإنسان الوحيد اللي أنا بعتبره مطرب أردني وصل للنجومية العربية بيغني صح هي ديانا كرزون. إن شاء الله من نجاح لنجاح، ودائما يا ربي أكيد بلدك دائما معك، لأنك أنت دائما مع شعبك ومع بلدك. شكرا لكم حبيبتي. شكرا لكم. شكرا مون برودكشن. راسك العالي يا أردن والله تحلالي، وحب عبد الله الغالي وعلى قلبي، أنا على قلبي. تعال يا محمد عندي على شوقي ارتجت لشعب المملكة كلها. تعالوا تفضلوا يا الله وعلى قلبي محمد على قلبي. على شوقي ارتجت لشعب المملكة كلها. تعالوا تفضلوا يلا وعلى قلبي أنا على قلبي. أحب المملكة الحرة شوقي يشتعل جمرة، وإذا المملكة كلها تعالوا تفضلوا يلا وعلى قلبي وعلى قلبي. يا أردن الورد والشي عليه مختاري وامشي، نقشت حروفك برمشي على قلبي. أنا على قلبي. يا محمد شعبك واحد وتراب، حضني لمشم لحبابك، واحنا كنا احسابك يا أردن يا أردن. اخويا متمالحنا ايدين وحده ونحن حدك حب لك مطرحنا على قلبي. أنا اليوم مع الملحن الموزع الموسيقي خالد مصطفى كبو. أنا لأني متعودة أحكي لك كبو. طبعا الكبو هلا بده يحكي لكم هيك شغلة سريعة. هلا إن شاء الله هذا الأسبوع راح أحكي عنها، وبدنا دعم كل الأردنيين. احكي لنا عنها. اوكي. انا ترشحت لجائزه اسمها باما اووردز. راح تكون الحفل بشهر 10 والتصويت راح يبلش ب 15/9. الترشيح اللي صار عن
افضل موزع موسيقي بالشرق الاوسط. يا سلام. مجموعه من الموزعين، موزعين العالميين طبعا. عالميين وعربي. العربي اكيد. العرب الموجودين توما، ومنهم نادر حمدي وشله. يا عيني ثقيله. دعمكم معي طبعا. هي ام زوز معي، قريبا راح نبلش نحكي عن الموضوع وراح تدعمنا اخر دعم. بدي عن جد من كل متابعين احلى دعم للكبو. انا عامل لديانا احلى اغاني مع عن جد احلى اغاني. ايه هي اردنيه. هاي البلد بلدنا. هاي البلد بلدنا ومش مسموح. مش مسموح كمان. وغيراته. كل هاي نعلم نكسر. لازم. احلى دعم لك كبو حبيبي. شكرا وكل التوفيق لك. كنا فخورين فيك يا رب ولك حبيبي. هلو يا حلوين، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ بداية طبعا انا غيرت الغرفة وغيرت رجعنا للحياة الطبيعية. بداية بدي